يبدو أن هذه الصرخة وصلت أبعد من قصر الرئاسة وأبعد من الجزيرة العربية برمتها، بل إنها الآن في نيويورك. بعد 3 أشهر تقريبا من اندلاع الاحتجاجات اليمنية المطالبة برحيل الرئيس علي عبد الله صالح، يعقد مجلس الأمن الدولي أول جلسة مخصصة لمناقشة الوضع هناك. وحسب أحد المسؤولين في المنظمة الدولية، فإن الرسالة التي قد يوجهها الاجتماع المنعقد بناء على طلب ألماني هي أن الأمم المتحدة باتت تراقب الوضع عن كثب. أقول لعلي عبد الله صالح يكفي، كل الشعب اليمني لا يريدك. يفترض أن ترحل من أول يوم قلنا فيه لا نريد هذا النظام، هذا نظامك فاسد ويجب أن ترحل، يجب أن يسقط نظامك. لما تقول أنه فات علينا القطار، أي قطار هذا اللي فاتنا؟ فاتك أنت القطار الآن. في الوقت ذاته ما تزال الجهود الإقليمية تحاول إنهاء الأزمة وإقناع الرئيس علي عبد الله صالح بالرحيل الفوري. آخر محطات الدبلوماسية الخليجية النشطة في هذا الملف هو اجتماع ممثلين للرئيس صالح بوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في أبو ظبي، رغم رفض صالح لما سماه بالتدخل الخارجي. لكن الجهد الخليجي مستمر، خصوصا بعد أن قبل صالح بالمبادرة المعدلة القاضية بتسليم السلطة للنائبة. نحن نرحب بأي مبادرة على أساس مطلب الشباب هنا في ساحة التغيير، على أن يكون هو المطلب الأساسي هو رحيل النظام. فنحن نرحب بالمبادرة الخليجية إذا وضعت نصب عينيها بتنحي الأخ الرئيس فوراً. الضغط متزايد على الرئيس اليمني والضربات تتوالى، فالتفات المجتمع الدولي للأزمة اليمنية سبقته انشقاقات في حزب صالح الذي يظل راغبا في تسليم السلطة بالطريقة التي يراها هو آمنة. لكن المخاطر كبيرة والاختيارات صعبة، فالجيش منقسم وكذلك القبائل والشعب، والوصفة منذرة بخيار آخر وحيد إلى جانب انتقال السلطة فوريا وسلميا، ألا وهو خيار عنف أهلي. ناصر فرغلي، BBC. هل تعبتم يا شباب؟ هل مليتم يا شباب؟ معنا من صنعاء عبد الحفيظ النهاري، نائب رئيس الدائرة الإعلامية في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، كما ينضم إلينا في الاستوديو الأكاديمي اليمني الدكتور سمير الشيباني. سيد عبد الحفيظ، كيف تنظرون إلى مناقشة مجلس الأمن اليوم للقضية اليمنية؟ مجلس الأمن يناقش القضية اليمنية نقاش اعتيادي. ما يحدث في مجلس الأمن اليوم هو مجرد تقرير رفعه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، وهو تقرير للإحاطة فقط. نعم سيد عبد الحفيظ. أي نعم، قلت وهو طيب. تقرير لإحاطة مجلس الأمن. طيب، ولكن الجانب الألماني ولكن الجانب الألماني يقول أن الهدف من الجلسة اليوم هي أن الأمم المتحدة باتت تراقب الوضع عن كثب في اليمن. الجانب الألماني هو الذي طلب، مندوب ألمانيا هو الذي طلب مناقشة التقرير الوارد بشأن اليمن. نعم هذا معلوم، ولكن فحوى الحديث نعم سيد عبد الحفيظ، فحوى الحديث أن المجتمع الدولي اليوم باتت عينه على اليمن. هناك اهتمام سابق من الأمم المتحدة بالشأن اليمني، توج بتأييد الأمين العام للأمم المتحدة للجهود ومساعي دول الخليج العربية وتأييده لفحوى المبادرة الخليجية بشأن تقريب وجهات النظر بين الفرقاء اليمنيين سعيا إلى الخروج من الأزمة الراهنة. دكتور سمير، استمعت إلى ما قاله السيد عبد الحفيظ نهاري، قلل من أهمية جلسة مجلس الأمن اليوم حول اليمن. مع تقديري واحترامي لرأي الأخ عبد الحفيظ، إلا أن مجلس الأمن عادة لا ينظر إلى المسائل من أجل الإحاطة أو من أجل المعرفة، وإنما عندما يعقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة تقرير عن دولة ما، هذا دليل على أن مجلس الأمن يريد أن يوجه رسالة أولا فحواها كما قلت بالضبط، أننا مركزين أنظارنا على اليمن واحد، وأن ما يحدث في اليمن شيء يقلق المجتمع الدولي،
وأن ما يحدث في اليمن أمر لن يسمح له مجلس الأمن بالتصاعد أكثر. هذا دليل على أن المجتمع الدولي مركز كثيرا على ما يحدث في اليمن، ليس فقط باعتباره صراعا داخليا، وإنما باعتبار هذا الصراع الداخلي قد يضر بمصالح المنطقة والعالم. لكن جل ما قد يصدر عن هذا الاجتماع بيان رئاسي غير ملزم، يعني فعليا على الأرض لا أهمية له إن صح التعبير. بالتأكيد من الناحية السياسية لا يحظى بفعالية خاصة أو أهمية كبيرة هذا الاجتماع، لكنه من الناحية اللوجستية يعطي إشارة للداخل، وهي رسالة موجهة للداخل بالتحديد، ورسالة موجهة للرئيس علي عبد الله صالح بالتحديد، أن ما يحدث في اليمن لن يسمح له بالتصعيد، أن ما يحدث في اليمن من إراقة دماء لن يسمح له بالتصعيد. سيد عبد الحفيظ، يعني سمعت إلى ما قاله السيد سمير الشيباني، يعني رسالة موجهة إلى الداخل بأنه لا يسمح بالتصعيد للرئيس علي عبد الله صالح، وهذا الاجتماع يأتي بعد 3 أشهر، يعني إن لم تكن الأمور وصلت إلى مرحلة على المجتمع الدولي أن يتحرك بها لما كان قد تحرك. نحن أيضا لا نحرص على أن لا نسمح بالتصعيد، ونحن أحرص من كل الأطراف على اليمن وعلى عدم التصعيد في اليمن، وحريصون على أمن واستقرار اليمن، وحريصون على تداول السلم والسلطة ووضع قواعد جديدة تجنب اليمن المخاطر والمجالق المحتمل. ولكن سيد عبد الحفيظ، يعني كل يوم يسقط قتلى في اليمن، حتى اليوم سقط قتيل في اليمن، والتظاهرات مستمرة والاعتصامات مستمرة واستخدام القنابل المسيلة للدموع، يعني على ماذا يعول الرئيس؟ هنالك انشقاقات داخل حزبه حتى داخل الجيش، ما هي الأوراق التي لا تزال في يده لكي يستخدمها أو لكي يناور بها؟ ما يحدث يوميا بالنسبة للقتلى هي عمليات انتحارية يصر فيها أحزاب اللقاء المشترك وعناصره ومن لفهم من عناصر الأمن، وهي عناصر تصر على أن تخرج في مسيرات غير مرخصة، وتصر على أن تتجه إلى منشآت خاصة وعامة وتعتدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتصر على أن تتحرش بالجنود. حتى لو سلمنا جدلا بذلك، يبدو أن الأمن غير مضبوط باليمن، يعني من أشهر. حتى لو سلمنا جدلا بما قلت، ما هو غير مضبوط هو انضباط المعتصمين والتزامهم بساحات الاحتجاج، ذلك أن اليمن وفر ساحات للاحتجاج طبيعية ووفر فيها كل الأجواء التي تحمي المتظاهرين وتعبيرهم عن أفكارهم وعن آرائهم بشكل سلمي والتزامهم القواعد الأخلاقية. سيد عبد الحفيظ، أعود إلى سؤالي الأساسي، ما هي الأوراق التي لا تزال بيد علي عبد الله صالح يعول عليها الجيش؟ وهنالك انقسامات، حتى كبار القادة في الجيش يعني أعلنوا بأنهم ليسوا مع الرئيس. داخل الحزب هنالك انشقاقات، هنالك تشكيل حزب العدالة والبناء، وهو حزب مكون من أعضاء ووزراء كانوا في الحزب الحاكم سابقا، يعني الكل ينفض من حوله، لماذا هو على ماذا يعول؟ ما نعول عليه هو أولا من الناحية النظرية والعملية الشرعية الدستورية والشرعية الديمقراطية، ثانيا يجسد هذه الشرعية الدستورية والديمقراطية الأغلبية الجماهيرية، أغلبية الشعب اليمني التي تقف دفاعا وتمسكا عن هذه الشرعية التي تتجسد في بعدها الانتخابي في تجديد ولائها للأخ الرئيس بناء على الانتخابات الرئاسية الماضية. ونحن نعول أيضا على أغلبية الشعب اليمني التي تعول على الأمن والاستقرار ولا تريد لليمن أن تنزلق إلى المخاطر. ونعول على المزاج العام الذي تعود خلال 20 عاما من الديمقراطية أن يحتكم إلى الصندوق وإلى التداول السلمي للسلطة وألا يحتكم إلى الرؤى الانقلابية. وصلت هذه الفكرة سيد عبد الحفيظ. أيضا على مناهضة الشعب اليمني لكل المحاولات والرؤى الانقلابية التي ترغب في الانقلاب على الشرعية الدستورية وعلى الديمقراطية في البلاد. دكتور سمير الشيباني، يعني لن نعود هذه المواضيع ناقشناها كثيرا في العالم هذا المساء، فلنركز أكثر على اجتماع مجلس الأمن اليوم. هل هو مؤشر على أن الحلول الإقليمية لم تجدي أو المبادرات الإقليمية لم تجدي نفعا، وبالتالي اليوم يتدخل مجلس الأمن؟
هي بالتأكيد تأتي بمعية جهود إقليمية لمعالجة المسألة. يعني هل أفهم من كلامك بأنها متابعة للجهود الإقليمية؟ بالتأكيد متابعة لجهود الخليج والجزيرة، ولم نصل بعد إلى حال فقدان الأمل بنجاح الجهود العربية والجهود الإقليمية لحل المشكلة. لكن في حقيقة الأمر مجلس الأمن بيعطي هذه الجهود ثقل سياسي آخر بدعمه لها من الخارج وبجلسة لمناقشة وضع اليمن، دليل أن المسألة ليست فقط إقليمية ولا تعني فقط الإقليم، وإنما تعني مصالح العالم بشكل عام. ما أريد الإشارة إليه في الحقيقة هو حالة الغيبوبة التي لا زالت عليها السلطة حتى اللحظة. الحديث عن شرعيات وعن معالجة على أساس شرعي وقد ثار الشارع في غلبته، إن لم نقل كل الشعب اليمني من في غلبته. هذا دليل على أنه بالفعل العالم بحاجة لتدخل لإعادة استنهاض، لإعادة تصحية الواقع اليمني. سيد عبد الحفيظ النهاري، السيد سمير الشيباني يقول بأن اجتماع مجلس الأمن هو مكمل أو يعطي ثقلا سياسيا للمبادرة الخليجية. اليوم هنالك اجتماع كان من الحزب الحاكم مع وزراء الخارجية العرب، ما الذي طلب أو ما الذي استمع إليه الحزب الحاكم من وزراء الخارجية العرب؟ طبعا ما اعتقد انه ما يزال الاجتماع قائما، لكن ما حدث او ما يحدث في ابو ظبي ما نتوقع ان يحدث هو ان يستمع الوفد الذي ذهب الى ما قدمه الاخوه في احزاب اللقاء المشترك للاخوه في الخليج، والموقف الذي تبلور لدى الاخوه في الخليج من خلال الاستماع الى كل الاطراف. وبالتاكيد ان الوفد لديه تأكيدات أولا على تأييد على الأطر العامة للمبادرة التي قدمت، وتأكيد على حرص اليمن على إنجاح هذا الحوار والنقاش من أجل الخروج من الأزمة، والتعبير عن تمسك الشعب اليمني بمرجعيته. طيب إذا كان الحزب الحاكم والرئيس يعني يرضون بهذه المبادرة أو بالأطر العامة كما سميتها، لماذا يقول الرئيس علي عبد الله صالح بأنه لا يقبل التدخلات الخارجية؟ من هو المقصود بالتدخلات الخارجية؟ ذلك مقطع من خطاب سابق كان تعليق على تصريح القطري في 3 ابريل ربما في بدايه الشهر، وهي كانت يعني تتعلق فقط بالتصريح القطري، وكانت تاكيد على ان اي حل واي مساعي حميده لابد ان تاخذ بالاعتبار المرجعيات الدستوريه والقانونيه اليمنيه ورأي غالبيه الشعب اليمني. يعني ما افهمه من كلامك بان الرئيس علي عبد الله صالح يرضى باجتماع مجلس الامن اليوم وسيرضى بما سيصدر عن هذا المجلس، وهو متمسك بالمبادره الخليجيه. يا عزيزتي، المبادره الخليجيه الان حظيت بتأييد الأمم المتحدة وتأييد الولايات المتحدة وتأييد الاتحاد الأوروبي وتأييد الجامعة العربية. وما يتعلق بمجلس الأمن فقط كان قابل الرئيس مبعوث من الأمم المتحدة، وهو اليوم يقدم تقريرا عن مقابلته بالرئيس. هذا كل ما في الأمر، ونحن نعول على تأييد المجتمع الدولي للإطار العام للمبادرة الخليجية نحو من أجل حوار ناجح. لأن الوقت يداهمني، اسمح لي دكتور سمير الشيباني، ما هو المتوقع من مجلس الأمن اليوم؟ المتوقع من مجلس الأمن أن يضغط باتجاه ضرورة القبول بالمبادرات الإقليمية. كيف؟ بقبول الطرفين، بقبول الطرف المتعنث من هو الطرف المتعنث والرافض على تلك الصيغة، لأن في حقيقة الأمر المبادرة البعض يرى بأن اللقاء المشترك هو من يرفض المبادرات. ليس صحيحا. إذا سمعت تقارير الأخوة في اللقاء المشترك هم يتحدثوا عن مبادرة عرضت لهم بصيغة ثم عدلت تلك المبادرة، ويبدو أن جلوسهم مع وزراء الخارجية في مجلس التعاون الخليجي قد أثمر بعض الشيء، لأن مجلس التعاون الخليجي لم
يعلن على الإطلاق بعد اللقاء الثاني أن الإخوة في المعارضة قد رفضوا تلك المبادرة، بدليل أن لم يعلن قبولهم، لأنهم هم في انتظار أن يروا أو أن يستمعوا إلى رأي الحكومة. على العموم مجلس الأمن اليوم يعقد اجتماع لمداولة المسألة ويطرح خيار آخر أمام الأخ علي عبد الله صالح، إما أن يقبل بالتدخل الإقليمي أو أن التدويل آت لا ريب. شكرا لك الدكتور سمير الشيباني الأكاديمي اليمني. كما نشكر عبد الحفيظ النهاري نائب رئيس الدائرة الإعلامية في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم. تقوم فرق أمنية خاصة بتفتيش الأماكن العامة بالقرب من قصر باكنغهام وكنيسة ويست مينستر في قلب لندن قبل أيام من الزفاف الملكي المنتظر الذي سيجمع الأمير ويليام بكيت ميدلتون. فرق الشرطة فتشت الأماكن